خلال زيارة الدول البلطيق الثلاثة وصلت لآخر مدينة بيها، واللي هي مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا. راح أشارك وياكم فد نبذة مختصرة عن هاي المدينة وعن الحياة بيها، وكذلك أهم معالمها. داخل هاي المدينة أكو مجموعة من الناس سووا جمهورية خاصة بيهم، بيها رئيس وعلم ونشيد، وكذلك هنا تشكلت أكبر سلسلة بشرية بالتاريخ. كان جزء من الاتحاد السوفيتي. إنها النقود. كل هذا وأكثر راح تشوفوا بهذا الفيديو. مشينا لمحطة قطار فيلنيوس الرئيسية للفندق. هاي البنات والشوارع كانت أول شيء أشوفها بهاي المدينة، وبنص الطريق صادفنا مجموعة أو حركة يسموها هاري كريشنا، واللي إلها ارتباط بالهندوسية بنص عاصمة ليتوانيا. حبيت أبدأ الرحلة من الأطراف، يعني هناك شفت بنايات عالية، طلعوا هذا المكان اللي بيه شركات الآي تي وهاي الأمور إلى آخره. هذا التمثال واحد من ليتوانيا صممه، كان بوقت الاتحاد السوفيتي حتى ياخذ موافقة السلطات حتى يبني هذا التمثال بهذا المكان. قالوا لهم انه هذا التمثال يمثل رواد الفضاء السوفيتيين، بس بعدين من نهار الاتحاد السوفيتي طلعت الفكرة الحقيقية للتمثال انه هي الحرية الليتوانية من الاتحاد السوفيتي نفسه. ذيك الليلة كان القمر كامل والناس كلهم كانوا طالعين بالمتنزهات اللي صار بصف النهار، وهنا قاعدنا واحد يصور الآخ. وراها صعدنا على هاي التلة، من هناك تشوفون المدينة كلها من فوق. في قلب مدينة فيلنيوس اكو تلة تصعدون فوق بالفنيكولار اذا تريدون او مشي. من هنا تشوفون المباني الحديثة والشركات والاي تي، والجهة الثانية تشوفون بها الاولد تاون. هسه راح نوصل لتلة الصلبان الثلاث، هي تلة وعليها 3 صلبان، فش تسموها سموها انتم. بالطريق اخوانتنا التقينا ويا جروب من اتوقع بولنديين، بدنا نصعد كلنا سوا حتى نشوف هذه التلة والمنظر البانورامي على المدينة. هذا المنظر اللي وراي هو عبارة عن بسبعه كنيسة 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 إنها النقود. بعدين رحنا الجمهورية اسمها جمهورية أوزوبيس اللي صار بنص مدينة فيلنيوس. هذه جمهورية غير معترف بها، يعني سووها للونسة هيك، يعني بها رئيس وعلم ونشيد ودستور وعملة وخريطة وتقويم. هذه زوجتي دا تحسب اللغات المكتوب بها الدستور حاليا، مكتوب هذا الدستور بالعربي. جمهورية أوزوبيس كانوا هنا يسكنوها اليهود، لكن من صارت شغلات الحرب العالمية الثانية والترحيل والنازيين والى آخره طلعوا منهم. بوقت هاي المنطقة مهجورة لفترة كلش طويلة. منطقة مهجورة معناتها تكثر العصابات هنا، تكثر المخدرات، تكثر الدعارة. وقت عليها الحال للتسعينات. ورا التسعينات بلشت هاي الشغلات كلها تخف، وجو الشباب رسامين مفكرين وغيره، وهاي المنطقة كلها رجعوها للحياة. يا جماعة أحسن وسيلة للتنقل هي السكوتر. والله أنا حاليا بوحدة من أجمل وأكبر الساحات بفيلنيوس. هذه كنيسة كبيرة وهنا فد برج، فالمكان كلش حلو، لكن باعوا هناك شكو. هنا اكو آلاف الناس، تشوفون هاي هنا الوقفة. طبعا هذه انه يقولون اذا توقف هنا تجلب لك الحظ من هالسوالف هاي، شلون الترافي فاونتن اللي بروما تقريبا نفس الشيء. بس هنا هاي الحجرة من تالن الى هذه الحجرة الناس شكلوا تقريبا واحدة من اكبر سلاسل البشرية بالتاريخ. 2,000,000 شخص ايد بايد من تالن إلى هذه النقطة، احتجاجاً على احتلال الاتحاد السوفيتي لدول البلطيق. خليني أحاول أوقف هنا، شدعي وما أدري والله ما أعرف. هاي وقفنا عليها، يقولون تجلب الحظ أو إذا تريد تطلب أمنية. أوكي تمنيت. إحنا حالياً بمتحف الأوهام فيلنيوس. هذا المتحف بشغلات تخليك تسأل نفسك هاي شلون صارت. انتبهوا على هاي الصورة، تجون هنا او خل اقربها، يعني وين ما تروحون الزوايا تجي وياكم. مثلا هاي الاشكال الاحمر اكبر من الاصفر، بس لما تبدل الالوان صار الاصفر اكبر من الاحمر، بس يعني لما تخليه من هنا هو نفس الحجم.
تعالوا لهذا المتحف إذا جيتوا هنا. أنا هسه كملت جولة دول البلطيق كلها، يعني أستونيا، لاتفيا، ليتوانيا. صدق يعني كنت متحمس إنه أشوف هذه الدول وأتعرف على ثقافتهم، أكلهم، عاداتهم، تقاليدهم إلى آخره. الحمد لله قدرت شوية أخذ نظرة عن هاي الدول يعني، أو قدرت أتعرف عليهم. إذا أنتم شفتوا بالاتحاد الأوروبي وحابين تستكشفون هاي البلدان فصدق تسوى، يعني تعالوا له.